طريقه بسيطه. كنجيبو كسكاس، هانتوما كسكاس عادي، كنشعلو البوطه ديالنا، كنديرو فيه غير شويه ديال الماء، كنديروش بزاف، كنديرو شويه ديال الماء وكنخليوه حتى كيبدا الفوار كيطلع. ما عرفتش باين لكم هانتوما، راه الفوار بدا كيطلع. ملي كيبدا يطلع الفوار عاد كنبداو نحطو الحرير. هانتوما كنستفو فيه الحرير بهذا الشكل هذا، نحاول نبين لكم. كنبداو كنستفو الحرير ديالنا، كنحطوه بالطريقه هذه. انا جمعت الحرير باش ندير لكم هذا الفيديو، باش نوريكم الطريقه كيفاش كنصوبوه باش ما كيتشنتفش. انا عمرت الكسكاس بالحرير وغادي نخليوه واحد تقريبا 2 دقائق 3 دقائق، ونبداو كنقلبوه في الحرير باش عاوتاني هذا اللي الفوق غادي نديروه لتحت باش حتى هو يطلع معاه داك الفوار. نبقاو نقلبو باش الحرير كله ياخذ داك الفوار. اهم حاجه ما تسدوش عليه، ما تحطوش الغطايه ديال الكسكاس هكا، ما تغطيوش عليه، ممنوع. خليوه محلول، ما تغطيوش عليه، ممنوع ان يتغطى عليه، خليوه محلول باش ما كيعرقش. وداك فاش كيعرق كيهبط داك الماء، يهبط عليه غادي يفزقو وغادي يخسرو. خليوه غير هكا، حنا بغينا غير داك الفوار يطلع معاه. راه بنفس الطريقه يمكن لكم تفوروا السفيفه وحتى الطراسن، نتوما راه كيتفوروا بنفس الطريقه. نقلبوه دابا، نقلبوا بعدا هادو اللي لتحت، نقلبوهم من الجنب الاخر باش حتى هو يشد الفوار. خليوه عاوتاني واحد شويه باش نوليو نحطو هادو، نخليهم غير واحد شويه. عاوتاني هادو اللي الفوق راني نردوهم لتحت باش حتى هما يدخل فيهم داك الفوار هذاك. انا خليتهم غير شويه وليت عاوتاني قلبتهم، اللي الفوق رديتهم لتحت واللي لتحت رديتهم للفوق. كنبقاو كنخدموا بها هكايا، كنبداو كنبدلوا بيناتهم وكنقلبوهم باش كلهم كيتفوروا مزيان، كيدخل فيهم داك الفوار مزيان. صافي فاش كنفوروه ونساليوه كنشدوه كنحطوه في الشرجم ولا في البالكون، غير كيضرب فيه شويه ديال الهواء. انا اليوم الشتا تبارك الله، الشتا تبارك الله وصل على النبي، الله يجعلها امطار الخير يا ربي. فانا درتو غير على الماكينه وخليته حتى نشف، وديك الساعه من بعد ما كينشف عاد كنخدموا به. ما كنخدموش به نيشان، كنخليوه واحد شويه حتى كينشف واحد شويه في داخل الدار ولا حتى في الشرجم ولا البالكون ولا فيما حطيته ماشي مشكل. واحد شويه هكايا كيضرب فيه الهواء وكينشف، وديك الساعه عاد كنستخدموه. هذه هي الطريقه باش كنفوروا بها الحرير باش ما يتشنتفناش. وهي كما قلت لكم نفس الطريقه اللي كنفوروا بها السفيفه كنفوروا بها الطراسن. الا كنتو كتخيطوا ايضا تستخدموا نفس الطريقه باش كتفوروهم، عاد كتخدموا بهم، ما كنخدموش بهم نيشان، كنفوروهم. من الافضل ان حنا نفوروهم عاد نخدموا بهم. نتمنى ان الفيديو يكون فاتكم، نتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي الفرق اللي حسيتوا به. ان شاء الله غادي تحسوا بالفرق من بعد ما تجربوها. شكرا لانكم كملتوا الفيديو حتى الاخر. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد.